سولتي اي مغربي على عيد الاضحى في المغرب خصوصا في المناطق الجنوبيه غيقول لك كتبقى واحد الظاهره غريبه وفريده من نوعها كتنظم كل عام من بعد عيد الاضحى، وهي ظاهره بوجلود او بالماون بالامازيغيه. وفي كل مره ملي كيتنظم هذا الاحتفال يثار الجدل عليه في المغرب بين مؤيد ومعارض. كاين اللي كيقول لك انها ظاهره شعبيه عاديه، وكاين اللي كيقول لك بانها طقوس شيطانيه. على مر السنين وعيد الأضحى في المغرب عنده استثناءات خاصة، لدرجة أنه كاين اللي كيسافر ويتنقل من مدينة لمدينة أخرى غير باش يحضر لهذا الاحتفال. ما كاينش شي مغربي ما عاش ولا سمع بهذا الاحتفال. إذا شنو هو بوجلود؟ بطبيعة الحال طرحت هذا السؤال حيث كاين اللي غيسمع هذه الكلمة لأول مرة في حياته. لا نطقناها باللغة العربية ستترجم بصاحب الجلود، حيث هذا الاحتفال كيركز على لبس الجلود الأضاحي وخصوصا جلد الماعز. كاين اللي غيقول علاش جلد الماعز بالضبط؟ واش هاد القضية ما كترمش لعبادة الشياطين؟ طبعا هاد القضية كاع ما صحيحة وفكرة خاطئة، حيث هاد القضية بكل بساطة مبنية على أساطير وحكايات، بحال اللي كيقول أن المشاركة في هاد الاحتفالات كيجلب الحظ والبركة، لدرجة أنه كاين اللي ولا مدمن عليه ويسافر لمناطق بعيدة غير باش يشري جلد الماعز بجودة عالية. في الأمر هنا متعلق بالعادة والتعود والتقاليد الشعبية لديك المنطقة. هنا غنشوفو كيفاش الطريقة اللي كيلبسو بها الجلود، واش بصح كيلبسو الجلد بطريقة مباشرة وعشوائية؟ طبعا هادشي ما يمكنش وماشي صحيح. دوك الجلود كيدوزو من عدة مراحل معينة بحال الغسل والتجفيف والتنظيف والخياطة باش تولي صالحة وجاهزة للارتداء. ومن بعد هاد المراحل كيتقدم المشاركون الاحتفال واللي كيمتد طيلة الأسبوع، وكتبدا الإبداعات باختلافها كنوع من الكرنفال الشعبي. طبعا فهناك كاين اللي كيعتبر هادشي مجرد بدع وخرافات، مع العلم انه يتم تقنين هذا الامر بحضور رجال امن وارتداء المشاركين لشارات معينة لعدم وقوع المشاكل. حتى هنا كلشي واضح ومزيان، ما كاين لا طقوس شيطانية كيف ما كيدعي البعض، ولا لبس دوك الجلود بطريقة عشوائية. فما هو اصل هذا الاحتفال؟ كينقسم طقوس عيد الأضحى في المخيال المغربي إلى قسمين: واحد إسلامي مرتبط بقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع ابنه إسماعيل، والآخر شعبي كيمتد جذوره عميقا في المعتقدات والأساطير الأمازيغية قبل دخول الإسلام لأرض المغرب. يعني هذا الاحتفال ما عنده حتى شي علاقة بالطقوس الدينية أبدا، هو كيبدا من وراء عيد الأضحى بيوم تقريبا. ولكن هنا كتبدا الحساسية،
حيث الأمر عنده علاقة بجلد الحيوان. هذا رأيي الشخصي، لو بدلوا هذا الأمر بجلد اصطناعي غيكون أفضل. قلت هذا الشيء وأنا عارف كاين اللي غيتحسس من هذا الكلام باعتباره خروج عن المألوف، ففي كلا الطرفين المتنازعين يوجد تعصب. هذا رأيي الشخصي كمغربي مع الاحتفال، لكن بتقنين صارم ومتقن. نجيو هنا للتصرفات السلبية اللي خاص يغيروها خلال هذا الاحتفال. وحتى باش نكون صادق معكم، رغم الفرحة اللي كتكون، هناك ثقافة سلبية ارتبطت بهذا الحفل، وهي الضرب. في السنوات اللي دازت كان بوجلود عبارة عن شخص كيخرج للشارع وكيبحث عن جني المال. كيفاش كيدير؟ ملي كيتلاقى مع شي صديق كيعرفو وكيوقع بيناتهم مطاردة، ملي كيشدو كيطلب منو المال، ولا رفض كيضربو بطريقة فيها المزاح، حيث كاين اللي كيعتقد انه كيكتسب البركة من خلال هاد الضرب. يعني خرافة من الخرافات اللي كيآمنوا بها البعض للأسف. ما كنعتقدش هاد القضية نقصات في السنوات الأخيرة، وهذه من بين الأمور اللي خاص يغيروها، حيث كتجلب غير المشاكل فقط وماشي الحظ والبركة. حيث الغرض الأساسي من كل هاد الاحتفالات هو الترفيه وإعطاء صورة جيدة للمدينة اللي كتنظم هاد الاحتفال. ولما لا، منافسة احتفالات أخرى عالمية. كل شيء ممكن في ظل تغيير العقليات، ومباشرة كيوقع التطوير والتغيير في الطريقة اللي كيتم بها تسويق هذا الحفل. ففي السنة الماضية زارت فتاة مصرية المغرب لحضور كرنفال بوجلود، فما كان عليها غير تصور فيديو رائع عن تجربتها خلال العيد، فكان تسويق رائع وجيد. ماذا لو قضيت العيد؟ عيد مبارك سعيد من المغرب. شكله هنا العيد فرحة فعلا. العيد بأكادير ما ينتهيش في يوم، 4 أيام و5. تمت مهمة بنرجع. أهلا بكم فيه. أهلا بكم فيه. الشيء اللي ما قدروش يديروه منظمو هذا الحفل للأسف، فطبعا هناك من يطالب بإلغائه نهائيا بسبب اعتقادات معينة، من بينها أن الأمر له علاقة بالسحر والشعوذة، وهذه أمور كتدخل في الخرافات والأساطير اللي ارتبطت باحتفال بالماون أو بوجلود. وهذا شيء عادي، حتى في احتفالات الهالوين بأمريكا يؤمنون بأساطير وخرافات معينة، حتى في الصين والبيرو والبرازيل، لأنه في المقابل كاين اللي كياخد الأمر من باب الترفيه فقط. على العموم الآراء كتختلف من شخص لآخر، وهذه مناسبة لأخذ الرأي ديالكم أنتم اللي كتشاهدوا هذا الفيديو، سواء كنتم من المغرب أو من بلد آخر. كيف تنظرون لهذا الحفل؟ ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على لايك باش يوصلكم أي جديد. نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. تهلاو.